كيف صرات. الطفل الاول انت سالتيني دوكا نجاوبك على السؤال تاعك. الطفل الاول اللي غرق على 3 داوه لوبيطال مصطفى 4 غربه. سمعي مليح. الطفل الاول اللي غرق من الفوج الثاني تاع اللي فيه 122 اللي جاوا عن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. فيديو جديد. إذا تصريحات حصرية من هذا الرجل الذي استضافته إحدى القنوات الجزائرية، وهو يحكي تفاصيل غرق 5 أطفال. إذا نجمع الناس اللي ما يعرفوش هذا الحادثة، هي حادثة غرق 5 أطفال، و2 منهم في العناية المركزة. غرق بشاطئ صابلات بالجزائر العاصمة. إذا تفاصيل هذه الحادثة في هذا الفيديو. أولا نرجو من الله أن يرحمهم وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان. إذا تابعوا معنا هذا الفيديو وشوفوا التفاصيل، ونتلاقوا بعد الفيديو إن شاء الله. كيف صرات. الطفل الأول أنت سألتيني دوكا نجاوبك على السؤال تاعك. الطفل الأول اللي غرق على 3 داوه لوبيطال مصطفى 4 غربة. سمعي مليح. الطفل الأول اللي غرق من الفوج الثاني تاع اللي فيه 122 اللي جاوا عن طريق جمعيه المرجان تاع ولايه المديه. 122 راح هذوك جابوهم، هذوك داوهم الجرين بارك في المحمديه. هذوك ما داروش لو ميم سيركوي، ما راحوش المونيومون لرياض الفتح، ومن بعد من رياض الفتح جاردان ديسي، ومن بعد جابوهم صابلات الماناج. هذو داروا لهم لانفيرس، داوهم دريم بارك تاع المحمديه. من الدريم بارك تاع المحمديه داوهم مباشره الصابلات. كي داوهم الصابلات غرق على 3، رفدوه غلقت. سمعي مليح واش نهضر، راه شي مهم جدا. رفدوه داوه لوبيطال مصطفى، راهو ليك في لا ريانيماسيون، ونتمناو ان شاء الله يسلك، وندعو الله عز وجل باش يسلكوه الثلاثه اللي راهم في لوبيطال مصطفى. سلك هذاك الطفل، سلك. الاخرين وقتاش دخلوا يعوموا على 7. يعني نهار غرق لنا واحد، هاي الخطا وين راه؟ ما كانش رياكتيفيتي. غرق لنا واحد على 3، غرق واحد على 3، على 4 غرباء الحق لوبيطال مصطفى. الفالي التم يغرقوا الصبلات، ما كانش اللي يعوم. ومن الدراري اللي كانوا التم تطلع في الكار وتروح. معليش طفل، معليش كي نحبس لا جورني في النص راح نقتلوا حياته. الا ما لعبش اليوم يلعب غدوه، ما لعبش غدوه يلعب غير غدوه. صح، الا مات لك خلاص وقتها وين راح يلعب؟ المشكل هاو الغلطه وين راهي. سيك نهار غرق الطفل الاول على 3 وداوه لوبيطال مصطفى، خلاو الفوج الثاني اللي فيه 69 طفل خلاوهم يلعبوا في لي ماناج هذوك وفي لا كرون ويت، لو كرون ويت هذاك. من بعد كي لحقت 7 تاع العشيه باش يروحوا، غافلوهم على بالك 7 تاع العشيه بدا المغرب ما تشوفش مليح، غافلوهم راحوا دخلوا. تنقص لا فيزيبيليتي مع العشيه، تبدا الظلمه، راحوا غافلوهم دخلوا يعوموا، ما فاقوا لهمش. نهار بداو يحسبوا فيهم باش يطلعوهم في الكيران، في لي بوس، في الحافلات، لقاو بلي خصوا 7. 2 لقاوهم غرقوا وجبدوهم، و5 لقاوهم توفوا. هاي الغلطه وين راهي. إن لله وإنا إليه راجعون. حادثة مأساوية صراحة، شيء محزن جدا بفقدان هذه الطيور، هذه البراءة. إذا نطلب من كل المشاهدين أن يدعوا لهم بالرحمة، وأن يدعوا لأهلهم بالصبر إن شاء الله. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة. سوف نراكم في فيديوهات جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء.